لا قيمة للرجل بدون امرأة، ولا قيمة للمرأة بدون رجل. الارتباط بين الرجل والمرأة ارتباط فطري أيها الإخوة. الزواج آية ربانية وسنة نبوية وفطرة إنسانية وضرورة اجتماعية وسكن للغريزة الجسدية. الزواج حصانة وابتهاج وسكن ولباس وأنس واندماج. كم خفف من هموم ولطف من غموم. بالزواج تتعارف القبائل وتتقارب الأسر وتقوى الأواصر وتتكون الشعوب. والزواج فيه الراحة النفسية والطمأنينة القلبية والتعاون على الحياة الاجتماعية. الزواج فيه استقامة الحال وهدوء البال وراحة الضمير وأنس المصير. والزواج يكفيه أنه آية من آيات الله الدالة على حكمته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وحث النبي الشباب على الزواج فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا يا رسول الله؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه مسلم. وحثنا النبي أيضا على الزواج فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. خرجه أبو داود والنسائي وغيرهما. أيها الإخوة، إن الرجل الذي لا يميل إلى النساء ناقص في رجولته، مشكوك في فحولته، متهم في غريزته، ضعيف في إرادته. وترك الزواج بلا مانع شرعي يسبب العقد النفسية، بل يؤدي إلى الجنون. وإذا رأيت شابا تجاوز 30 أو 40 ولم يتزوج بعد، فهو واحد من ثلاثة: إما أنه عاجز عن النساء، وإما أنه عاجز عن تكاليف الزواج، وإما أنه رجل فاجر. قابل عمر بن الخطاب رجلا فقال له: أمتزوج أنت؟ قال الرجل: لا. فغضب عمر وقال: ما يمنعك عن الزواج إلا عجز أو فجور. وقال عمر بن الخطاب: إني لأقشعر من الشاب ليست له امرأة. وقال عبد الله بن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام ولي طول على النكاح لتزوجت كراهة أن ألقى الله عزبا. وقال الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل: ليست العزوبة من الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير الزواج فقد دعاك إلى غير الإسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام تزوج بأكثر من امرأة، تزوج ب11 امرأة ومات عن 9. وقال: إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وسيدنا موسى عليه السلام كليم الله قبل على نفسه أن يعمل أجيرا، أن يعمل راعي غنم لمدة 8 سنوات فقط من أجل أن يستر نفسه، من أجل أن يتزوج. ونصيحتي لك أيها الشاب الذي تأخر عنك الزواج: افعل هذه الفعلة: اسق الناس في يوم شديد الحر، ثم ادع بهذا الدعاء وقل: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإن تقبل الله منك الدعاء فإن الله سوف يرزقك بزوجة عما قريب تعينك على أمر دينك ودنياك. وختاما، لا يسعني إلا أن أقول للشباب وجميع الإخوة الأحباب: الزموا العفة وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وحافظوا على مائكم، فهو نور العينين ومخ الساقين.
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.